فنانة شيرين هتفضل أخت وصديقة عزيزة على قلبي، لأن فيها عيش وملح كبير بينا. وأي حد النهاردة متصور إن أنا هطلع أفشي سر ليها أو أقول شغل عن قضاياها اللي عندي يبقى غلطان. النهاردة إحنا بنتكلم على موقف حصل، لكن أي سؤال هينسأل خاص بحاجة خاصة بالقضايا أو بأسرار موكلة عندي استحالة هطلعها لأي حد. أنا النهاردة بأكد على كل احترام والتقدير للفنانة شيرين عبواب، وربنا يوفقها مع أي حد تاني، وأنا هفضل في ظهرها على المستوى الشخصي. تاني بأكد كل احترام والتقدير ليها. أنا استحالة في يوم أطلع شغل أو سر من أسرار قضاياها عندي، بالعكس دي حاجة مش محل نقاش، احتراما ليا ومهنتي. كل التقدير والاحترام للمرة التانية ليها. اشتغلت مع الفنانة شيرين على مدار 2 والحمد لله وبعون الله وتوفيقه لم أخسر قضية واحدة. كانت في قضية في الأول مع الأستاذ حسام وتم يعني رجع لها العربية والأمور اللي كانت كلكم عارفينها، وفي نص الطريق قالت لي تنازل وعفى الله عما سلف، والتزلنا. طب أنا هعمل إيه كمحامي وموكل بتاعه بقول له تنازل. القضية التانية بتاعت المستشفى وكلكم كنتوا على علم ودراية بيها، وانا بقى ربنا عالم انا ومحامين نزلنا الفجر ووقفنا لحد ربنا ما قدرنا وخرجت من المستشفى. القضيه الثالثه كانت مع واحد كان متوجه لها تهمه سب وقصف، والحمد لله ربنا قدرنا وخرجنا من عقوبه الحبس. اللي انا عايز اكد عليه تاني، انا لم اخسر قضيه مع الفنانه شيرين عبواب، ولكن انا فوجئت بالمكالمه. الناس كلها فهمت ان انا محاميها كياسر انطوش بيورطها، وده ما حصلش تماما. بالعكس انا شلت شيله مش شيلتي، وكملت شغل مش شغلي. وفي النهايه تاني باكد كل الاحترام والتقدير ليها. وانا النهارده مش كنت بتنحى عن الوكاله ان انا هرملها ملفاتها، سوري انا اسف يعني، وتقول لها لا انا مكمل في القضايا اللي ليه مستقبل، وفي كل يوم قضيه. يعني في قضيه يوم 3/9، في قضايا في المحكمه الاقتصاديه هي معاها مهله من النهارده شهر، حد زميل فاضل يجي ياخد مني الشغل ويكمله. لكن انا لن اتخلى عنها في الفتره الحاليه، لان استحاله اداب المهنه واخلاقي اللي اتربيت عليها ان انا هفضل مكمل. لان في حاجات ممكن بكره في اجراء، اليومين الجايين في اجراء، يوم اول الشهر في قضيه، الشهر اللي بعده في قضيه. مش معقول الله خد اتصرفي ست، مالكش دعوه بالاجراءات دي. الاجراءات ديت انا بكملها على خير وجه وكاني مكمل. دايما بقول ان حياه اخلاق، وانا كمحامي بقالي 30 سنه بحترم مهنتي ومبادئها وقيمها. وعشان كده النهارده انا لا جاي اسيء لحد ولا يعني اقدم اساءه لحد، بالعكس كل احترام والتقدير للناس كلها. انا النهارده جاي كنت بكمل شغل، ولكن انا ليه اعتاب برضك على برنامج الحكايه، لان انا اتكلمت معاهم 1 ساعة إلا ربع. الكلام اجتزئ ل7 دقايق، وده اللي كان محدش كان فاهم انا عايز اوصل للناس ايه.